بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بفيديو جديد. تعذرونا على الانقطاع الطويل، شوي كنت مريض حشاكم وبعيد البلا عنكم، انفلونزا واعراض برد. تقريبا بقيت اسبوعين اتعالج، والحمد لله هاي صار لي كم يوم شوي تحسنت، فقلت خلي ارجع اصور وانشر. تعرفون هسه سبحان الله الانفلونزا عبالك تحديث جديد 2023 اللي يصير بيه انفلونزا ما تروح بسهوله، وحتى مرات تطول. يعني انا من الناس اسبوعين تقريبا اتعالج، حتى الحمد لله شويه تحسنت صحتي وصرت زين. فاليوم خلي اشوفكم اخر المستجدات. طبعا ما غيرت اي شيء بالمحميه، لان مثل ما قلت لكم شويه كنت مريض. الفناجس من صفيتهم قبل بقوا عندي قسم من الصغار، هم من صاروا يعتمدون على نفسهم خليتهم بهذا القفص حاليا. تشوفون هذول اكثرهم صغار، فعزلتهم من المحميه. بعدين ان شاء الله هم راح ابيعهم هذولا. ابقي بس الزواج اللي عزلتهم اخر شيء، تقريبا 7 زواج اكو حاليا او شويه اكثر ما اعرف بالضبط. يعني المهم بقيت الطفرات الحلوه والشغلات الزينه خليتها. وكان عندي طيور الحب زوج اللي فرقوا هذولا، نقول اهالي هذولا. طبعا ضجت من عندهم، وبوقت ما صفيت الفناجس بعتهم. ليش ضجت من عندهم؟ لان 3 مرات فرخوا عندي وما يطلع شيء، يعني يموتون الفراخ، يبقون فتره الفراخ جواهم وبعدين الفراخ يموتون. فضجت من عندهم، شلتهم بعتهم. وهذه الاعشاش اللي خليتها بوقت من صفيت الفناجس وراها. تعرفون خليت الاعشاش، فهاليوم قلت خلي اشوف شكو بالاعشاش، لان من زمان اني ما تفقدت الا اعشاش. اكثرهم بيهم بيض، بس ما اعرف اذا اكو شيء جواهم فراخ او لا، فخليها اليوم نشوف. طبعا حتى اليوم الشبابيك ما فتحتها لان شويه الجو بارد. مرات من شمس افتح لهم الشبابيك يطلعون هناك، ولما يكون الجو بارد ما اخليهم يطلعون، ابقيهم داخل المحميه. وطبعا هذه القضابات كلها حراريه دائما مشتغله عندهم. عندي وحده هناك اشتعلت راح ابدلها. فخلي حاليا نبلش ونشوف شاكو بالاعشاش. خلي نبلش اول شيء بهذول اللي عرف. طبعا هذا العش مال الستار، شوفوا موجوده والله خوفتها مال الستار. بدي اقول لكم هذا العش مال الستار والطيره كانت جوا، بلكي ان شاء الله يتجون. مع الاسف خوفتها، طبعا ما ببالي هي موجوده داخل العش. وهذول مال فناجس. خلي نشوف هذا شكو بيس ماكو. بسم الله. والله هذا اكو بيه افراخ، ما اعرف واحد يمكن بس. تشوفون فرخ واحد جوا، لا 2. اكو فراخ 2 واكو بعد بيضتين. هذا اول واحد نرجعه لمكانه. رجع. هذول البقية هذا ما لامين بيه. اكو عندي هذا كانوا يلمون بيه، بس ما اعرف اذا في بيض او فراخ او ما بيه شيء. ماكو شيء، لامين بداخله مثل ما تشوفون، بس ماكو لا بيض ولا اي شيء. هذا عندي وحده من الحمام باضت بهذا العش. والله البيض بارد، هذول تاركين البيض الظاهر. هذا لامين كم خيط بداخله. هذول البقيه كلهم فارغين ما بيهم شيء، لان شويه قلوا عندي الفناجس. خلي نروح هناك نصعد على الاعشاش اللي فوق، نشوف اذا بيها فراخ او لا. هو بيض اكو بيها، اكثرها بيها بيض، بس فراخ ما اعرف. خلي نشيك ونشوف. هذا اول واحد اكو بيضتين. وعندي هذا العش مال المقنع. شوفوا باضت بيضة صغيرة. طبعا كانت تبيض اخر فترة، كل ما تبيض البلابل مال التمر كنت مخليهم وياهم. تعرفون يكسرون البيضة، فتقريبا 4 مرات تبيض ويكسرون البيضة مالها. اخر شي باضت بيضة صغيرة، الظاهر صار عندها نقص، فخليها ان شاء الله فترة ترتاح وبعدين راح ترجع تبيض. عندي هذه الحمامة نايمة على بيض. طبعا كان اكو بيضة مفطورة جواها، مكسورة زي مو بس مفطورة، شلتها بقت وحدة حاليا. هذا العش اللي هناك فارغ. خلينا نشوف باقي الاعشاش. عندي هذه جديد نايمة بالعش، اكو بيضة وحدة جواها خليها. هذا العش هذا اكو بيض، تشوفون اكو بيض جوا ما يحتاج نفتحه. خلي اسد هذا الباب واروح اشوف باقي الاعشاش. رتب العش نفس ما كان حتى لا يخرب. هذا العش اكو فوق هم بيه بيض، تشوفون اكو جوا بيض 4 بيضات.
خلي نرجعه نفس ما كان. وهذا عندي اكو بيض بداخله، بس هذا الله اعلم متروك لان البيض بارد حيل. انا دائما امسك البيض، يعني العش اذا ما متروك البيض دائما حار، بس هذا الظاهر متروك لان البيض بارد. خلينا نشوف البقية. هذه السلة ما بها شيء. خمس بيضات. هذا البيض حار. هذه متروكة مال وحدة من الحمام. هذا فارغ. كم بيضة اكو جوا؟ هذا 3 بيضات. هذه السلة فارغة. هذه صار لها فترة نايمة. بيضتين. عندي هذاك هم ب4 بيضات، باقي بس العشاش اللي هناك. طبعا عندي هذا الفحل الجولدن الاصفر تشوفون عطس، صار له كم يوم عطس، الظاهر منشول. خلي اشوف هذا العش وهذا الفوق وهذيك السلة هم هذول اخر ما تبقى. طبعا هذا فارغ مشي ماكو، وهذا هم فارغ، حتى هذه السلة هم فارغة. اكو بيضة واحدة متروكة. شي طبيعي لان تعرفون اني اخر شي عزلتهم وباقي حاليا العدد قليل اللي عندي، فانتاجهم هم راح يكون قليل. خلي اشوفكم البلابل والمحمية اللي هناك. قبل ما نروح هناك تذكرت الكوكتيل حاليا جواهم 4 بيضات. هذه الطيرة والفحل جوا نايمين حاليا على بيض، ننتظر وان شاء الله ينتجون عندي. خلينا نروح نشوفكم المحمية اللي هناك. بلابل التمر تعرفون عندي هناك، وعندي الجاوة اكو زوج عندي جواهم بيض، والزوج الثاني قبل يومين عندي طيرة ماتت. هذول البلابل. هذا التمر اني مخلينهم والاكل بالقاع. حولت هذه السمانة خليتها معهم لان هذه شفتها كانت تأذي الفناجس الصغار اللي بالقاع، فخليتها مع البلابل مال التمر. خلي اعبر هناك واشوفكم الجاوة فنش. هذا الزوج الثاني البلابل مال ابن عمي. الجاوة للأسف عندي طيرة ماتت، طبعا كانت محصورة بيها بيضة، شفتها نازلة بالقاع. البيضة يعني مو تقولون محصورة حصرة قوية، بس مسكتها طلعت البيضة بكل سهولة، يعني شوية بس حركت البيضة طلعت منها البيضة. رجعت ثاني يوم جيت عليها ميتة الطيرة، فما أعرف هل هو بسبب إنه انحصرت بيها البيضة وصار عندها فرق مضاعفات أو غير شيء، ما أعرف. هذا العش كان أكو ببيض، حتى طبعا أنا ما فاحصل بيض إذا البيض مخصب أو لا، ما أعرف، لأن سابقا باضوا عندي والبيض كان ما مخصب. هذا البيض تشوفون بيه حرارة يعني ينامون عليه. راح افحص هذا البيض، اذا البيض ما مخصب احتمال الجاوات راح ابيعهم واجيب فنجس سوبر جامبو دبدوب اخليه بمكانهم احسن. طبعا فحصت البيض كله فارغ. هاي ثاني مرة الطيرة تبيض، الظاهر عتبيض بدون تزاوج. هاي مرتين تبيض وتنام على البيض، يعني البيض حتى لحد الان حار. بس خلي ارجع البيت مالهم. لحد الان البيض مالهم حار، بس شنو ما مخصب البيض، يعني الظاهر ما متزوجين. فهذول بقوا عندي 3 لان وحدة ماتت مثل ما قلت لكم. هذول احتمال راح ابيعهم واجيب فناجس سوبر جامبو اخليهم معاهم. بعدين ان شاء الله ممكن اجيب غير الطيور بالربيع، لان حاليا شوية الجو يخوف وامراض وكذا، بس للربيع احتمال اجيب غير الطيور، اشيل هذول البلابل واخلي
مثلا غندورة او غير شيء ما معلوم. للربيع ان شاء الله نشوف ايش نحصل ونجيب. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.